السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي. هعمل النهاردة معاكم مسقعة. الجو الساقع ده عايز مسقعة مشطشطة، بس أنا مش هعملها مشطشطة ومش هعملها مقلية. طب هتعمليها ازاي؟ هعملها لكم هيلسي خالص، ما فيهاش أي دهون. يلا نبتدي مع بعض الفيديو. أنا جبت بتنجانية كده من السوق، بتنجانية مدورة كده مش مبزرة وجميلة جدا ومنورة كده. تمام يا حبايب قلبي. وقطعتها طبعا مكعبات وحطيتها في قلب المصفى ورشيت عليها ملح عشان خاطر تنزل كل المية اللي فيها. تمام. تمام. قعدتها حوالي قد ايه؟ حوالي ساعة وابتديت معاكم. طبعا قطعت بصلاية كبيرة مسقعة، يعني بصلاية كبيرة، والاكل ده اذواق. فممكن تعمليها بتوم وممكن تعمليها ببصل وممكن تعمليها الاتنين مع بعض، فانا بحب البصل فيها وبحبه كتير كمان. قطعت بصلايه كبيره حلوه كده، وقطعت معاها 4 فصوص من التوم وقرن فلفل رومي. واللي بيحب السبايسي هيزود قرن سبايسي، لكن انا ما بحبش الحراق. تمام كده حبايب قلبي. وقطعت طبعا 4 حبات من الطماطم الكبار. وكل طبعا المقادير دي ثابته. هتزودي في البتنجان، هتزودي في المقادير دي يا دوبك على قد بتنجانية رومي كبيرة. 4 حبات من الطماطم. هنرجع تاني نقول ان هي يا اما مبشورة يا اما متقطعة تقطيع صغير جدا. والبتنجان زي ما بوريكم في قلب الفيديو قطعته مكعبات محملة. تمام. تمام، مش رفيعة عشان خاطر ما تتهريش معايا، ومش تخينة قوي عشان تستوي معايا على طول. تمام حبايب قلبي. طبعا التوابل هقول لكم عليها بقى وانا شغالة على البوتاجاز، وهعملها معاكم ب4 معالق من الزيت. زي ما انتم شايفين كده، حطيت حلة صغيرة وممكن طاسة. حلة صغيرة على البوتاجاز فيها 4 معالق من الزيت، مش اكتر من كده. 4 معالق. شفتوا اكتر من كده توفير؟ يلا حبايب قلبي، نزلت بقى بعد ما الزيت سخن معايا، نزلت بقى بالبصلايه الكبيره اللي انا مقطعاها مكعبات. وعلى فكره انا قطعتها على ايدي، ممكن كنت اقطعها في الكيتشن، بس بحس طعمها بيبقى احلى لما بتتقطع على الايد. مين زي كده؟ يا ريت اللي بيكتب وبيعلق يقول لي كده مين بيحب يقطعها على ايديه زي انا كده. بتبقى ليها طعم مميز على فكره. تمام. قطعتها كده برضو يعني مكعبات كده صغيرة شوية، وهشوحها لغاية ما تدبل. يعني انا مش هحمرها، يا دوبك تدبل بس. تمام زي ما انتوا شايفين كده. هي كانت اغمق من الكاميرا يعني شوية، حاجة بسيطة. تمام. ونزلت بفصوص الثوم اللي انا مقطعاها وبالفلفل، وهاخدها برضو تشويحة كده حلوة اهو، لغاية برضو الخضار بتاعي ما يدبل، مش يحمر، يدبل بس يا حبايب قلبي. اهو هاخدها كام تشويحة كده، والنار هادية مش عالية قوي عشان ما تحرقليش الخضار. وهحط طبعا الطماطم اهو، هقلبها كده تقلبتين، بس لازم طبعا احط مية عشان القوطة بتاعتي تدبل. هي القوطة هتنزل مية عشان المية هتساعد على تتبيلة القوطة بزيادة، وكده كده هحتاج المية دي عشان اسوي فيها البتنجان. يعني لازم يبقى فيه صوص. هنزل بقى بالتوابل في الحتة دي. هنزل بالتوابل بتاعتي. طب ايه هي التوابل؟ بحط كمون، نص معلقة من الكمون، ونص معلقة من الكزبرة الناشفة. تمام. تمام. هتزودي المقدار، هتزودي برضه التوابل. وهحط الملح بتاعي. طيب يا ستي، لو انا عندي مكعب ماجي هيبقى في منتهى جمال على فكرة، بيزود نكهة وبيخلي الطعم مختلف. ما عندكيش ماجي خلاص ما فيش مشكلة. على فكرة انا بستعمل كمان، لو تشتروا من عند العطار في ماجي باودر بيتباع سايب كده. تمام. ده بيبقى طعمه حلو قوي. اهو هنزل بقى، شايفين المج الصغير بتاع القهوة ده؟ هنزل بيه عشان الخضار بتاعي يدبل، يستوي. لان البتنجان مش هياخد معايا سوا، انتوا عارفين البتنجان يا دوبك بيستوي بسرعة البرق. تمام كده خلاص. هيتسبك معايا زي ما انتوا شايفين كده، وزي ما انتوا شايفين فيه شوية مية، دول اللي هسوي فيهم البتنجان. ولو عوزت ازود شوية مية مفيش مشكلة، بس مش بزيادة. ممكن ازود زي ما انتوا شفتوا المج الصغير بتاع القهوة ده، يعني نص شوية، نص مج في نص مج كده، لغاية ما احس ان ايه الدنيا اتظبطت. ويدوبك بس البتنجان فيه شوية صوص بصوت. الصوص العادي يا جماعة بتاع المسقعة اللي احنا عارفينه كلنا. بس المختلف في المسقعة دي ان هي خفيفة جدا، ولما تاكلي منها ما تحسيش ان انتي تعبانة او في كمية زيوت يعني تعبت لك معدتك او الكلام ده كله. اجمل حاجة في الطريقة دي ان هي بسيطة وهادية جدا جدا، وهتاكلي منها لما تشبعي. تمام كده. يلا اعملوها بقى بالطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم.
اهو اديتها تقليبتين كده حبايب قلبي، وطبعا هي عشان المعلقه سيليكون فكانت مضايقاني شويه في التقليب، واللي بيستعمل السيليكون عارف ان هي بتبقى تقيله شويه في التقليب. تمام. سبتها لما تستوي اهو، زي شايفين البتنجان نزل الميه بتاعته، والطماطم نزلت الميه بتاعتها، والمسقعه بقى فيها شويه صوص بساط قوي. تمام. هنغرفها بقى في طبق التقديم، وشوفوا بقى الجمال والطعم والروعة. اهو شايفين زي ما انتم شايفين كده، بقلب لكم شوية الصوص المتبقين في قلب المسقعة، حاجة كده فاخر من الاخر. عايزين رغيفين بقى بلدي تراي، واللي بيحب البصل الاخضر دلوقتي اوانه. يلا جربوها بقى وكلوا لما تشبعوا، مش هتتعبوا منها وعلى ضمانتي الشخصية. يا رب تكونوا استفدتوا كده. وصلت لنهاية الفيديو، أرجو تدعموني بلايك أو بكومنت حلو زيكم كده. بتمنى لكم كل السعادة من كل قلبي، وأترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، مع ألف سلامة.